أجد نفسي أن أتحدث عن تفاصيل ومواقف القادسية 8 سنوات بسنينها وبأشهرها وأسابيعها ودقائقها، فزاخرة بالأمثلة والذكريات، ولكن أنا أنظر إلى القادسية كمصدر درس وعبرة علينا أن نتذكرها، وخاصة ونحن في عمق المعارك وفي ذروة المواجهة على طريق النصر بعون الله. دائما إفادتنا من التاريخ هو الدروس والعبر، وإلا مو من أجل أن نستوعب قصة أو نفهم قصة. فكيف إذا كان هذا التاريخ شخوصه ورجاله وحاضرين هم في مقدمة وعلى رأس الشعب في هذه المعركة المعارك. أنا أجد من الدروس الأساسية اللي يجب أن نتذكرها قيادات وقواعد ومواطنين، لأن المعركتين سيد الرئيس القائد كان للشعب بكل شرائحها في المعركة القادسية. كل عائلة وكل قرية كانت ضمن المعركة من خلال دور ابن أو وأم المعارك. كذلك يمكن هنا في الجانب الاقتصادي والإرهاصات اليومية أوسع في أم المعارك من المشاركة الفعلية، وهناك في المشاركة الإنسانية. لكن المعركتين مادته وقوته وذخيرته والشعب. وبالتالي في استذكارنا القادسية أنا شايف كانت التعقيدات النفسية وأسس وحدة الشعب في المواجهة، لأن أنا أعتبر أحد أهم مستلزمات النصر في أي معركة وأولا وحدة الشعب في الموقف قبل مستوى السلاح ونوع المعدات ونوع الحلفاء. هذه إذا ما تضمنها كل الدنيا تصير. إذا شعب ما موحد في موقفه تجاه قضية معينة، مهما كانوا الحلفاء كثر ومهما كانت المعدات متطورة، أنا أشك في أن يتحقق شيء يعني بمستوى الطموح، حتى إن تحقق شيء فني في الجانب العسكري. أشوف أن عوامل وحدة الشعب في مواجهة المعارك أوضح بكثير مما كان في القادسية. أنا أذكر الصعوبات ومع ذلك تحقق اللي تحقق. دائما المعركة مع عدو يواجهك بالنيابة أصعب بكثير من أن تواجه بشكل مباشر، لأن بالنيابة يصير خلط في الأوراق. فأنا مقتنع أن النظام الفارسي كان يقاتلنا بالنيابة عن أمريكا والصهيونية أيا كانت شعارات اللي كان يرفعها. وهذه كانت خلق الحقيقة شيء من خلق الأوراق أولا على ساحتنا العربية وعلى الساحة الإسلامية بشكل أساسي. وهذا مهم معنويا بالنسبة للمقاتل العراقي اللي موجود. يمكن خف نسبيا في أواخرها ولكن بقى إلى آخرها. كان شيء من انعكاساته الريد أو ما الريد كانت تلعب دور سلبي في وحدة شعبنا ونسيج شعبنا، رغم أن شعبنا عبر في كل المواجهة وفي طريقة القتال والمشاركة عن وحدة الموقف، ولكن كان هناك يعني حالة من وعوامل أخرى حتى في ما يتعلق في قضيتنا المركزية أو القضية إحدى قضايانا المركزية فلسطين والادعاءات المقابلة اللي كان لها تأثير أيضا سلبي. اليوم وإلى آخر لحظة أنا ما أكتم سيادتك، يعني هناك نوعين كان من التفكير. نوع يقول هذه المعركة مثل ما تفضلت ما تنتهي، ونوع كان يقول
تنتهي في يوم من الأيام ولكن على حسابنا. يعني أيضا كان أكو شريحة من الناس ما عنده تصور أن مع الزمن وإذا انتهت في يوم تكون اللي خارج العراق كلهم. نعم توقعاتهم أنه عندما تنتهي الحرب لابد أن تكون على حساب العراق. يعني يربطها من ناحية عدد السكان، جغرافية الأرض، الثروة الاقتصادية. إيران ما كانت بلد ضعيف، مو ما عندها نفط وما كل شيء، يعني عندها أشياء أخرى إحنا ما عندنا. العمق كان لصالحهم، القوة العسكرية، المصانع، يعني يأخذون هالظواهر، وإضافة إلى الجانب ما يقيل عنه ديني والطريقة الحقيقة اللي كانوا البشر يريدون يموتون. هذا كان حمل مهم، احنا ما كان سهل في مواجهته بطريقته. أنا من وإلى آخر لحظة، يعني إلى ليلة الفاو، يعني هذه الحالة كانت موجودة، تحقق النصر. أنا شايف هذه دروس من نعكسها على المعارك. نحن نقاتل العدو بشكل مباشر وليس بالنيابة، العدو الإمبريالي الصهيوني اللي هناك إجماع لدى الأمة العربية والإسلامية في يعني دور هذا العدو وموقف هذا العدو. طبعا أي كان انعكاسه، أنا أتحدث عن قناعة شعبنا، لأن إذا تعمقت قناعة الشعب وإيمان الشعب بقضيته، يعني النصر واضح وأكيد. ويعني الإيمان كما هو تاريخ المسلمين، الإيمان كان هو سبب نصرهم، وليس لا قوة سلاحهم ولا كثرة عددهم. نظرة هذا العدو للقضية المركزية اللي كان يلعب بها العدو الفارسي بشكل مسيء ومؤذي إلى نفوسنا الآن، هذا العدو يتحدث عن هذه القضية كما هو وكما نعرفه من موقف معادل الأمة وإلى جانب العدو الصهيوني. ويعني إضافة إلى ذلك، يعني في موضوع تاريخ العراق حتى طريقته في التعامل يدفع إلى وحدة شعبنا وإلى، أنا شايف يعني إذا كان أكو هناك نسبة في حتى لدى المؤمنين بنصر العراق في القادسية، أنا واثق إذا ما صاير شيء خلل في عقلهم وفي ذهن هذا الإنسان، قناعته وعمق إيمانه بالنصر في المعارك هي أعمق وأكبر. لأن كل ما تكون معاني القضية ومعاني المعركة واضحة أكثر ولدى أوسع دائرة من الناس، الإنسان أيضا إنسان نفسيا عندما يشوف من على يمينه وعلى يساره امتدادهم واسع، تكون ثقته ونظرته إلى أمام متقدمة. وأما قيادة سيادتك في القادسية وبالتالي في المعارك، أنا على المستوى الشخصي لا أجد، يعني أجد وسائل وصيغ تختلف هنا وهناك، أنا جديدة أنا مبتكرة، ولكن لا أجد فيها خلاف وجدتها في مواجهة ظروف الحزب الداخلية قبل الثورة، ووجدتها في الإعداد بالثورة، ووجدتها في المؤامرات بعد الثورة بسنوات ولعدة مرات، سواء كانت هذه المؤامرات داخلية أو خارجية، وجدت بنفس الاستعداد وبنفس الروحية وبنفس الحماسة المتميزة في الظرف الصعب عما هو في الظرف الاعتيادي. يعني الظرف الصعب يظهر به سيادتك حماسة في ساعات العمل، في المطاولة، في طريقة التعامل مع الظرف الصعب. الحقيقة أنا يعني لا أستطيع أن أعطي لهذا وصف، وهو سر قدرة شعبنا وأمتنا في مواجهة الحدث. أتمنى لك سيادة الرئيس الصحة والعمر المديد وهذا العقل النير اللي هو مصباح نور طريقنا وأفقنا للمستقبل.
أتمنى لك كل خير وسهلا. بارك فيك وسلم.